فهذا حرام ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يعير إنسانا بذنبه، ومن عير إنسانا بذنبه لا يموت حتى يبتليه الله عز وجل بهذا. فالحذر يا أخواني، الحذر. يعني بعض الناس الآن تجده والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، يعني كأن يزاحم الله عز وجل في حكمه، يقول هذه اللي كانت وفعلت تابت، كيف تتوب وهي فعلت وفعلت وفعلت؟ يعني هل التوبة بيدك أو بيدك أنت؟ التوبة بيد الله عز وجل، هو الذي يتوب على من تاب، وهو الذي يقبل توبة التائبين. ولا يجوز للإنسان أن يصدر أحكام على من وقع في ذنب أو معصية وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. الواجب على الإنسان أن يعين التائبين على التوبة والثبات، وأن لا يعين الشيطان على إخوانه وأخواته. النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يؤتى به يشرب الخمر، يجلد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى والثانية والثالثة. فقال رجل من الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر يجلد؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعين الشيطان على أخيك، لا تعين الشيطان على أخيك. بهذه الصورة أنت الآن أيسته من رحمة الله وقنطته من رحمة الله، وربما أضعفت توبته وإنابته إلى الله عز وجل إذا سمع مثل هذا الكلام. الواجب أن نعين التائبين على الثبات على توبتهم.